في يوم مشمس وجميل راحت الفرخة كوكي تشوف البيت بتاعها فقس ولا لسه. ايه ده؟ انا فين؟ انا مش في بطن ماما ليه؟ ايه ده؟ اول مرة اشوف كتكوت منقط كده. اطلعي برا، احنا مش عاوزينك. انتي مش شبهنا. يا رب، انا ماليش ذنب ان شكلي كده. اخواتي طردوني، امي مش عايزاني، اعمل ايه واروح فين؟ مرة واحدة يجي ضوء من السما ويدخل جواها. انت مين وعايز ايه؟ ابعد من هنا. أنا الثعلب المكار وهاكلكم كلكم. مش هتقدر، انا اقدر اهزمك. ابعد، امشي. وهنا تفتكر كوتي إنها عندها قوة خارقة فتجري عليه ويخاف ويهرب. إيه ده؟ أنت عندك القوة دي إزاي؟ خلاص خلاص أنا همشي. جت عشان تنقذنا، احنا اسفين ليكي. تعالي يا بنتي يا حبيبتي، انا اسفة اني ظلمتك ومشيتك. Oh, thank you so much. لو عجبك الفيديو ومحتوى القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس. كان الصبح بدري والحي هادي، والطفل الصغير خرج من بيته لوحده ماشي ورا لعبته ومحدش حاسس بيه. لكن من بعيد كلب الجيران شافه. الطفل وقف حس بالخطر وبدأ يجري بأقصى سرعته. الطفل قرب من الشارع وفي عربية جاية بسرعة. اللحظة كانت حرجة وكان لازم حد يتدخل. الكلب جاك استخدم أسنانه ومسك الطفل من البيجامة وزقه بسرعة بعيد عن الطريق. في لحظة أنقذ عمره كله. الأم شافت المشهد من بعيد، جريت حضنته وكانت الدموع في عينيها، ما كانتش مصدقة اللي حصل. بعدها بأيام تم تكريم جاك في مركز الشرطة. قالوا عليه مش بس كلب، ده بطل. والناس كلها اتفقت مش كل الأبطال بيلبسوا كاب، بعضهم بيلبسوا فارو. لو عجبك الفيديو ومحتوى القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس.